أهلا ومرحبا بكم إلى أبرز الأخبار الرياضية من صحيفة الكأس الرياضية. واصل النصر السعودي نتائجه الإيجابية وحقق فوزا مستحقا على الرائد ب3 أهداف لواحد مساء السبت، وذلك لحساب منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي لكرة القدم. وفي مباراة ثانية استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات بفوز مثير ب3 أهداف لهدفين على حساب التعاون، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد الله الفيصل في مدينة جدة. أوروبيا اكتسح برشلونة ضيفه ريال بيتيس ب5 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت لحساب منافسات الجولة الخامسة من بطولة الليغا. وفي إيطاليا ألحق إنتر ميلان هزيمة ساحقة بجاره اللدود ميلان ب5 أهداف لواحد في ديربي مدينة ميلانو، وذلك لحساب منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي. وفي إنجلترا واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته على حساب ويست هام يونايتد ب3 أهداف لواحد في إطار الجولة الخامسة، فيما حول ليفربول تأخره بهدف إلى فوز على ولفرهامبتون ب3 أهداف لواحد لحساب منافسات الجولة ذاتها. وأخيرا وإلى لقطة اليوم، حيث تسببت تسديدة البرتغالي كريستيانو رونالدو الصاروخية بإصابة قوية في وجه المصور خلف المرمى، وذلك أثناء مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي. إلى هنا نأتي إلى نهاية أخبار الرياضة. دمتم بعز، إلى اللقاء.